تحية إلى كل المحبين. أنا الإعلامي السوري شريف شحادة. سمعت ما تناقلته وقرأت ما تناقلته بعض التنسيقيات لهؤلاء الإرهابيين عن خلاف بين الجيش العربي السوري وحزب الله أو الجهة الروسية الداعمة لسوريا. أنا أقول بصريح العبارة: كل هذا الكلام الذي نسب إليه ليس له علاقة من الصحة على الإطلاق. هذا كلام الإرهابيين والمسلحين، والعلاقة بين سوريا وبين حزب الله علاقة أكبر مما توصف. هذا الحزب الذي قدم دماءه وشبابه وخيرة شبانه في سبيل القضية السورية ومنع الإرهاب ومنع التكفيريين من الدخول إلى سوريا، يؤكد يوما بعد يوم أنه شريك للسوريين، كل السوريين وكل الشعب السوري وكل الجيش السوري، شريك في دحر الإرهاب الذي عم سوريا والعراق وليبيا وكل المناطق. أنا أؤكد مرة ثانية أن هذه التنسيقيات الإرهابية التي افتعلت كلاما ليس لي به أي علاقة يؤكد مدى الحرج الذي وقعت به هذه التنظيمات الإرهابية، ومدى بسالة وقوة الجيش العربي السوري وحزب الله في مواجهة هؤلاء الإرهابيين، ومدى الخسائر التي حصلت للإرهابيين في حلب وجنوب حلب وريف حلب، وبالتالي قاموا باللعب على النغمات التي يرضون بها والتي تناسبهم. أؤكد مرة ثانية: أنا شريف شحادة، ليس لي علاقة بكل ما كتب وكل ما نسب، وهو ضمن الحملة على سوريا والحملة الإعلامية التي تشنها السعودية وقطر وتركيا والكيان الصهيوني. لذلك أؤكد لكل أحبائي وأصدقائي في سوريا ولبنان، في الجيش العربي السوري وفي حزب الله، أن كل ما يكتب وكل ما يقرأ يجب أن ننتبه إليه، لأن ضمن الحملة على سوريا هي حملة إعلامية هدفها كسر معنويات الجيش العربي السوري وكسر معنويات حزب الله، والتي لا يمكن لهم أن تكسر على الإطلاق، لأننا نقاتل عن حق وندافع عن أرضنا. وأنا باسمي وباسم كثيرين من أبناء الشعب السوري والجيش السوري نقدم كل الحب والاحترام لحزب الله، هذا الحزب الذي قدم تضحيات جمة، وعلى رأس الحزب السيد حسن نصر الله الذي نكن له كل حب وكل احترام وكل تقدير. وأكد مرة ثانية أن ليس لي علاقة بكل ما ننشر على تنسيقيات هؤلاء الإرهابيين، وأن كلمتي سوف تبقى لسوريا وللجيش العربي السوري ولقائد سوريا ولحزب الله ولقائد حزب الله نحو النصر بإذن الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.